هذه الأصداء تصلكم مباشرة من موكب هذه الحافلة، وهذا التماهي بين الأشبال، أشبال الأطلس أبطال العالم، وهذه الرقصات وأيضا التعابير الجسدية بين الجماهير المحتشدة وأيضا كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني، هو رسالة على أننا على العهد سائرون جميعا وراء جلالة الملك. أمين. كان الناس صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملي ارسل يعني ديك الرساله اللي كانت في يعني في ليزاسيس دو سبور ديال السخيرات، وضع واحد لابنه، واحد خريطه الطريق اللي الامور ديالها واضحه، يعني حط كل مسؤول رياضي او رياضي امام مسؤوليته. هذا هو السؤال اللي تحملها وكاين اللي ما تحملهاش بالشكل المطلوب. امين. هذا هو السؤال اللي غيتطرح على المشهد الرياضي بشكل عام. ماذا بعد هذا المجد؟ ماذا بعد هذا الانجاز؟ وكل واحد خصو يجاوب عليه من الموقع ديالو. خاص الاستمراريه، والاصعب ماشي هو الوصول للقمه، هو الاستمرار في القمه. باش قلت لك بغيت المغرب تكون هي المانيا ديال الكره، بمعنى ان المانيا من 1954 لدابا تعتبر اقوى قوه مع المنتخبات في المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات، لان درت واحد الحاجه على اندسترياليزي لو بروسيس، بمعنى ملي كدير واحد البروسيس وكتولي كتكررو كل مره كيولي اندسترياليزي، بحال كتدخل واحد الشركه وكتحط لك واحد الطرق ديال المسار ديال العمل، كتولي واحد المسار صناعي، كتولي غادي بيلوطاج اوتوماتيك، لان كل واحد كاين الخريطه، كاين المخطط، كاين كل شيء، كتولي انت كتولف تربح. دونك خصنا نوليو كنولفوا نربحوا ونبقاو نشتغلوا بنفس العقليه، والعادي يكون هو الربح، والاستثناء هو ما توصلش للنصف النهائي ديال الكؤوس الافريقيه والبطولات العالميه. مفاجاه انك ما وصلتيش. انا في قبيله انا عطيت المثال ب 2005 بحال وقف الزمن وضيعنا وقت كثير، لان من 2005 ل 2025 راه 20 عام، 20 عام ما لعبناش هاد كاس العالم اللي كتلعب كل عامين، وبقينا محافظين وبقينا خدامين. في هاد الخمس سنين الاخرى كان هاد المدرب اللي بدا اللقب السي وهبي كان يقدر ما يكونش، كون ما خديناش القرار ديال الاستمراريه، كون ما خديناش القرار ديال الصبر، كنا كنديروا قبل، كون ما خديناش القرار ديال الصبر. علاش؟ لاننا كنا كنتعاملوا مع الفئات بحال الفريق الاول. فشلتي في لوبجيكتيف ديالك، الله يعاون سلامه. لا، هنا كان عندك ان اوبجيكتيف، تي اون تران دو كونستروي شي حاجه اللي ما كانتش موجوده. وخاصنا نعرفوا انه كاين جوج ديال الالقاب، كاين ناخب وطني او مدرب، ومؤطر مكون مربي. داكشي اللي كان السي محمد وهبي مكون اولا مؤطر ومربي اولا، عاد مدرب. لا كاسكيت الثاني، ملي كتعطي ديك لا كاسكيت الاولى وكتعطيها القيمه ديالها، كتعرف القيمه ديال الوقت، لان الزبيري والصادق معنا هاد اللاعبين كلهم راه فشلوا في الوصول للبطوله الافريقيه هذه السنتين. جزء منهم راه شارك في الاقصائيات بحال خليفه. شنو درنا؟ حافظنا على اللابنه اللي هو المدرب شيف دو بروجي، وعطينا الثقه وقلنا ليه استمر في العمل ديالو، كبرنا ليه لاباز دو دوني، وعطيناه جميع الامكانيات باش ما يفشلش. وصلنا تكاليفينا لكوب اوناف، ربحناها، مشينا لاكان باش نربحوها، ما جابش الله خسرنا على افريقيا دو سود، ولكن ما خديناش ذاك القرار اللي كان دائما هو ديك السرعه، ديك تو تيغ بلو فيت كو طون، بمعنى صرات الفرقه على القول المدرب. لا، خصنا نستمروا في الثقه، لانه ماشي فقط ناخب وطني، ولكن عنده واحد المشروع تربوي تكويني وغادي يعطيه الماكسيموم. وشفتوا انه في كاس العالم كان هو لو شيف دو بروجي، لانه كيتكلم بجميع اللغات، واستطاع يوصل الافكار ديالو التقنيه التكتيكيه وحتى التواصليه الانسانيه اللاعبين. ولات مغامره انسانيه عاشوها الدراري هذا. داكشي اللي عاشوا في الشيلي 12 ساعه ديال الطياره، جزء من العالم اللي ما كيعرفش الشيء الكثير على المغرب، وكانوا خير سفراء المغرب، فغادي يرجعوا بدوك لي سوفنير. بالنسبه لهم سانتياغو تشيلي ولا فالبارايسو ولا رونكاغوا ما كانش فقط زياره للاستجمام. نعم، السفراء كتبوا فيها التاريخ، كتبوا التاريخ، والسي محمد وهبي ساهم في كتابه التاريخ. أيها السادة والسيدات، في هذا المساء المغربي البهي
نحتفل جميعا بجيل كتب التاريخ وفتح الأبواب أمام المستقبل. نحتفل بمغرب يزداد إشراقا كلما راهن على شبابه. نحتفل بفرحة صادقة توحد الشمال بالجنوب والريف بالصحراء والمدينة بالقرية. نحتفل بالمغرب حين يكون على موعد مع ذاته ومع المجد. فمرحبا بهؤلاء الأبطال، مرحبا بأشبال الأطلس الذين رفعوا الرأس عاليا وجعلوا العالم ينحني احتراما لراية حمراء تتوسطها نجمة خضراء. مرحبا بفرحة مغربية خالصة، وفرحة كهذه لا تختم بل تروى للأجيال القادمة كفصل جديد من ملحمة اسمها المغرب. مساء الوطن، مساء المجد، مساء الفخر الذي يسكن كل بيت مغربي. من هنا من عاصمة الأنوار ومن مدينة القرار نطل عليكم في ليلة ليست كالليالي، يوم تكتسي أو ليلة تكتسي فيها الشوارع بالأحمر والأخضر وترتفع فيها القلوب قبل الأعلام. ليلة يعود فيها الأشبال إلى أرضهم وقد حملوا معهم تاج العالم، وكأنهم عادوا بقطعة من السماء ليضعوها فوق جبين الوطن. اليوم لا نعيش مجرد استقبال رياضي، بل نحتفل بصفحة جديدة من السجل الذهبي للمغرب. فهؤلاء الفتية لم يعودوا مجرد لاعبين، بل رموزا لجيل كامل تعلم كيف يصنع المستحيل بالإصرار، وكيف يرفع اسم بلاده بين الأمم بالانضباط والإيمان. إنهم أبناء رؤية ملكية متبصرة آمنت بالشباب فزرعت فيهم روح الطموح ومنحتهم البنية والأكاديميات والفرصة ليكونوا واجهة مغرب جديد لا يهاب التحديات. من باب السفراء انطلقت الحكاية على امتداد الطرقات بالعاصمة الرباط نحو ساحة البريد. ما زالت هذه الزغاريد ترتفع وتتعالى الأهازيج، والمدينة كلها تتحول إلى مهرجان حب للوطن. كل نافذة تروي قصة انتماء، وكل شرفة تحمل علما يرفرف على إيقاع النشيد الوطني. فالمغاربة اليوم لا يحتفلون فقط بفوز في المستطيل الأخضر، بل يحتفلون بثمرة مشروع وطني بدأ منذ سنوات، مشروع جعل من الرياضة ركيزة لبناء الإنسان المغربي الجديد. من هناك يواصل الموكب مسيرته نحو قنطرة مولاي الحسن، حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا والوطن بنفسه على ضفتين. إنه المغرب الذي اختار أن يصعد سلم المجد بخطى ثابتة وأن يصنع صورته بجهده وإيمانه. من هناك يتعانق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب في مشهد رمزي يختصر وحدة أمة تؤمن بأن قوتها في تماسكها، وأن فرحتها لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع. اليوم تحتفي المملكة بأبطالها كما تحتفي برؤية ملكية جعلت من الشباب قلب المشروع الوطني، ومن الرياضة مدرسة للوطنية والانتماء. من الأكاديميات ومراكز التكوين خرج هذا الجيل الذهبي، جيل لم يتعلم فقط كيف يلعب كرة القدم، بل كيف يرفع الرأس ويقاتل بشرف من أجل راية واحدة لا تنكسر. يا له من مساء يعيدنا إلى معنى الفخر، إلى الدموع التي تنهمر فرحا، إلى الوجوه التي تضيء من حب هذا الوطن. مساء تقول فيه الرباط للعالم أجمع: هكذا يكون المغرب، وهكذا يكون المجد حين يصنع بالأيدي النظيفة، بالعزيمة الصادقة، وبروح لا تعرف المستحيل. هذا هو المغرب حين يفرح فرحة سامية وراقية وجامعة، فرح يليق بمملكة صنعت الإنجاز بجهدها وأبهرت العالم بثباتها. هذا هو المغرب حين يقول للعالم: نحن لا نحلم، نحن ننجز. وراء رؤية ملكية متبصرة لجلالة الملك رسمت الطريق وأعطت الخطط لنجاح ما بعده نجاح متواصل على مدى الأيام. شكرا
لكل المغاربة، وشكرا لجلالة الملك على هذا الحلم الذي أعطانا وهذه الطريق التي رسم لنا حتى أصبحنا نعيش هذا الواقع الذي كان حتى ماض قريب حلما كبيرا. شكرا جلالة الملك على هذه الإنجازات وعلى هذه الطريقة التي رسمها لتضيء طريق وسبل كل مواطن مغربي للوصول إلى الرقي، للوصول إلى النجاح الدائم. دائما مع هذه الرؤية الملكية المتبصرة التي كانت كما قلنا في البداية خارطة الطريق للوصول إلى هذا المجد الكروي الرياضي الاجتماعي الشعبي كما نتابع سويا. كيف كان لجلالة الملك أن أعطى كل يعني الحلول وكل الخطط للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة على المستوى العالمي في مجال كرة القدم؟ أمين. نتكلموا على خريطة الطريق ديال الصغيرات وكنتكلموا على الأكاديمية. لكن عاود نأكد بشكل كبير النهار اللي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عطى واحد الفسحة الأمل لجميع الشباب الموهوبين في المغرب. قال لهم انه الحلم غيكون بالتكوين الاكاديمي الميداني، وغنفتح لكم واحد الافق، وغادي نخليكم تخلقوا ثروه. خلق الثروه شنو هي؟ انه طفل غادي يوصل البكالوريا، غادي ياخذ البكالوريا ديالو، غيلعب كرة القدم بشكل موازي، وغادي يستطيع انه في يوم من الايام يلعب في انديه كبرى ويعيش من العرق ديال كرة القدم. فانا كريد لا فالور، وهاد لا فالور غادي تستافد منها البلاد، غتستافد منها الشخص والوسط الاسري ديالو، ولكن غتستافد منها البلاد الا كان موهبه في مجال كره القدم فسيتم المناداة عليه في المنتخبات الوطنيه، وغادي يخلق الاسم ديالو، غادي يكتب الاسم ديال الاسره ديالو بشكل كبير. فصاحب الجلاله عطى هذه الفسحه ديال الامل، وعطى واحد الفرصه باش الشباب المغربي دوك يبلور الطاقه ديالو والامكانيات ديالو عن طريق اكاديميه ديال محمد السادس. وإحنا يعني دائما نربط بالصور التي يعني تبعث على الفخر، فخر كل المغاربة، فخرنا نحن جميعا حتى في هذا البلاطو بهذه الصور الرائعة، بهذا الحشد الجماهيري الكبير، بهذا الإنجاز الكبير، بهذا المغرب المتجدد، بهذه الصور التي سوف تتناقلها جميع الدول عبر جميع وسائل الإعلام وأيضا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نسيم، قلت لك قبيله اليوم في المغرب ما بقيتيش مجبر على انك تمشي تقلب على المجد ولا على فورماسيون في بلاصه اخرى، سورتو في مجال كره القدم عندك فين تكبر في بلادك. اليوم عندنا الموديل كي مارش هو الاكاديمي، الموديل اللي خدم. اليوم حنا كنطلبوا من كاع لي كلوب، تطلب من كاع لي كلوب انهم ينسخوا الموديل، يديروا نسخه طبق الاصل ديال الموديل اللي ديجا خدم، اللي هو ديال الاكاديمي محمد السادس. بالاضافه الى مراكز التكوين ما نساواش امين، مراكز التكوين ديال الجامعات. غادي نتكلموا على المركز الوطني لكره القدم والمراكز الجهويه، نضيفوا لها المرحله الثالثه بحال الفوزي. اسمح لي نسيم، المرحله الثالثه هو الاتفاقيه اللي وقعت الانديه مع المكتب الشريف للفوسفات باش يتم تعطى ديك الدفعه النوعيه اللي كانت يمكن كتنقص الانديه ديالها. هي لو كوتي فينونسي اللي كان بزاف الانديه تقول لك انهم ما عندهمش اصلا باش لا فورماسيون. خصنا نعرفوا انها عندها ثمن ديالها. لاعب كان فورمي ولكن ما كيكونش طالع بلا والو، كيكون خاص سان انفستيسمون. ملي كتكون لاعب مثلا بحال الزبيري سان انفستيسمون انك تقريه وتوكلو تريني بيه وتعطي امكانيات استرجاع القوه ديالو، امكانيات ديال الخدمه ديالو البدنيه، امكانيات فين يتدرب فين يلعب، امكانيات انك توفر ليه انه يجيو فرق اخرى عالميه يلعب ضدها كل عام تقريبا ولا 3 سنين متابعه في تورنوا ديال الاكاديمي. دونك كتعطي ديك امكانيات النجاح ما غاديش يجي. يقدر يكون لاعب كويري ولاعب موهوب ولكن ما عطيتيش امكانيات يقدر يبقى مستاغني، لان شحال من الموهبه شفنا حبسات الكره. استعملتي واحد الكلمه ديال الاستثمار، بيان سور الانفستيسمون لو روتور ديالو يقدر يرجع في البلاصه، يقدر يتعطل بشكل، ولكن غادي يجي لان الاستثمار في العنصر البشري هو اللي خلى كره القدم المغربيه اليوم كتنطلق، لان بنينا البنيه التحتيه، الحجر كاين ولكن حتى البشر كاين، وجا عن طريق الاكاديميه وعن طريق هذه المراكز الجهويه الوطنيه اللي اليوم كتخدم واحد لا ميثودولوجي اللي خلاتنا اننا كنقارنوا حتى المدارس ديال الكره في العالم. الارجنتين بلاد كتكون لاعبين، البرازيل بلاد كتصدر في اللاعبين الشباب، ولكن واجهناهم اسبانيا
بلاد مدرسه في كره القدم يقام لها ويقعد وعندها هويه ديالها. وفرنسا هو البلد الاول من ناحيه ديال التصدير ديال اللاعبين الشباب كلها غلبناهم في واحد لاج واحد لا كاتيجوري اللي هما بالنسبه لهم حكومه. لان فاش كتربح الارجنتين خصهم نذكروا الناس انها 6 مرات بطلات العالم لعبات 8 ديال الفينال، خسرت 2 الثانيه مع المغرب وحده مع البرازيل 83 الا كنت هذه 83 في مكسيكو، وحده مع البرازيل وحده مع المغرب. دونك خدمتي وصلتي، صبرتي. لان انا بالنسبه لي مفتاح من مفاتيح النجاح في كره القدم هو الصبر. مالوغوزمون ملي كيتلاقى الصبر والشغف ديال كره القدم بعد مرات كيوقع واحد لو كونفلي اللي ما كنقدرش كور سيركوي كيوقع. نورمالمون خاصك الصبر في كره القدم، ولكن اللي كيقول كره القدم كيقول شغف. دونك اون فوا كيدخل داك الشغف كيربح الصبر وكيربح العقل، وكيتخذوا بعض المرات قرارات اللي تيكونوا مزروبين ولا شي حاجه اللي ما كيكونوش فورسيمون مزيانين. دونك اليوم ملي صبرتي وخدمتي وعطيتي امكانيات النجاح لهذه المجموعه بالضبط، لان المجموعه كبرات اونصومبل، هاد اللاعبين لعبوا اونصومبل بزاف ديال الوقت، داروا مباريات وديه بزاف بين كانوا مباريات وديه اللي خسروهم بالربعه وخسروا بالخمسه، واخا هكا كيبقاو مجموعين وكيجيو وكيلعبوا يبخوني دو بليزير فيفر انصومبل. دونك ملي مشاو للشيلي وربحوا ديجا دونك انا بالنسبه لي هذيك المجموعه اللي سميناها مجموعه الموت ولات مجموعه الحياه من بعد هي خلاتك انك تطمع انك تولي تبان لك كاس العالم قريبه. لان ملي كتربح لاسبان دونتخ البرازيل متابعين استاذ معنا تقول سيتوي سور لو تيران ربحتي هاد لي دو زيكول كتقول باقي لي شي ايكول اخرى تغلبني. انا بالنسبه لي الماتش ديال ديكليك هو اسبانيا، ولكن الماتش الوقوف هو البرازيل. غادي تكمل كوريا حيت زدتي من فورم دو شامبيونات، زدتي ان شامبيونال ان ماتش اليميناسيون ديريكت. غنرجع للمباريات نبقاو دائما مع هذه الصور المعبره والرائعه. وشخصيا يعني بحكم مجال ديال الاشتغال ديالنا اشتغلنا على مجموعه من الملفات التي تخص المملكه في مجال الصناعه، في مجال التجاره، في مجال الخدمات، في مجموعه من المجالات. نلاحظ هذا التطور الكبير والديناميه الكبيره وهذا الزخم على مستوى المملكه المغربيه وراء رؤيه متبصر جلاله الملك في جميع المجالات. اليوم الاستثمار جاء على مستوى كره القدم الوطنيه. ما هو الاطار الذي يمكن ان نضع فيه هذا التوهج على مستوى كره القدم عبر العالم مع ما نعيشه في يعني الميادين الاخرى الصناعيه والتجاريه وايضا الثقافيه ومجموعه من المشاريع الاخرى المواكبه، بناء الحجر وايضا معه بناء الانسان. كاين واحد الانديس سوسيو ايكونوميك مهم. التطور ديال الرياضه في البلاد كيكون مرهون بالتطور ديال الاقتصادي والاجتماعي ديال ديك البلاد. نعم. قد ما كتطور اقتصاديا وكتنتعش اجتماعيا قد ما حتى كذلك الرياضه كتكون غدا في قد الموازي. لان لا بلوس دو مويان، لان اليوم الرياضه صناعه ما يمكنلاش نعتبروها فقط تنشيط او الوزير او ترف، لا صناعه. وهذه الصناعه عندها الاسس ديالها. الى الاقتصاد ما كانش منتعش ولا كاش من ناحيه اجتماعيه ما كنفتحوش افاق المواطن باش يبدا ويخلق ويبتكر في هذا المجال اللي هو الرياضه. نعم. فما يمكنش تمشي. وكره القدم اليوم هي القاطره ديال الرياضه الوطنيه، وهي اللي فتحت افاق لان الرياضه الاكثر شعبيه وهي الرياضه ديال جميع الطبقات الاجتماعيه. نعم. كتمشي للملعب كتلقى في الفيراج الناس ديال الطبقه الفقيره والكادحه، وكتلقى الناس اللي في لي لوج، وكلهم كيتعايشوا في هذاك المجال وفي ذاك المحيط اللي هو ملعب ديال كره القدم، وكلهم كيشجعوا نفس الفريق وعندهم نفس الطموحات. غالبا هذوك الناس اللي كيكونوا وصلوا لي لوج راه دازوا من الفيراج، كنعرف شي وحدين دازوا من الفيراج ودازوا من التريبين ودازوا من بلايص اخرين ديال التيران، لان حتى هو كيكبر. لان قلت واحد الكلمه مهمه امين، هي كره القدم الرياضه ديال كلشي، وهذا الشيء علاش كنشوفوا انها فيها كلشي. لان هذا المنتخب ماشي كلشي جا من طبقه فقيره ولا كلشي جا من طبقه متوسطه، كاين اللي تا هو كان يقدر ما يلعبش. اللي كنشوفوا حتى التوجهات الان اللي كاينه في مدارس التكوين وماذا كنشوفوا يعني ابناء من جميع الطبقات جايين كيلعبوا انصومبل. لان مشى الفكر ديال الكره لهذه الطبقه من المجتمع. لا اليوم كتشوف كلشي، كتشوف مدارس كثيره، تسمى الكلمه ديال لانكلوزيون. فوالا سا تيد سا ان اوتي دانكلوزيون، مي كيف قلتي سي اوسي ان اوتي ديفلوبمون. اليوم السوفت باور ديالك
السميه ديال المغرب لا حسبتي شحال مره جبدات في لي موتور دو ريشيرش من نهار لحد بالليل. اليوم حنا الاربعاء تنهضروا غادي تلقى ملايين المره اللي السميه ديال المغرب جبدات. علاش؟ لان واحد 23 ولا 26 شاب مغربي قرروا انهم يجيبوا كاس العالم للمغرب ويصدموا العالم كامل، وكل شيء تيكتب للمغرب تصدم العالم. كاين اللي كيعتبرها معجزه لانه ما عرفش الخدمه اللي دارت، كاين اللي كيعتبرها معجزه بروغرامي. كيف قلت لك انا بالنسبه لي انك تمشي من شابو 4 في كره القدم ودير اللقب فهي معجزه كرويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وكاين اللي كيشوفها عاوتاني الناس اللي قراب واللي عارفين كيفاش المغرب خدم على قبل هذه الفئه هذه بالضبط، لان هذه الفئه هي ديال المستقبل جات الوسط، جات ما بين الحاضر والمستقبل. كنا نقولوا انا فئه المستقبل هي اللي U17، ولكن هادو دابا فئه ديال ايمينون دابا حاضر قبل ما يكونوا مستقبل. لان كيف قلنا في الاول لاعبين من هنا يقدروا يلعبوا في لا بروميير ايكيب من غدا بعين انا بيني وبينك في لاكان انا لا استغرب ان واحد او جوج منهم ولا ثلاثه يقدروا يكونوا في اللائحه الاوليه.